بسم الله الرحمن الرحيم. ابناء وبنات طلاب الصف الثالث الاعدادي، النهارده بناخد درس جديد من دروس التاريخ. احنا خدنا الحصه اللي فاتت معركه مرج ضابق، وقلنا ان سليم الاول انتصر في مرج ضابق وقتل قنصوة الغوري. الجيش بتاع المصريين بدأ يتكهكر، وصل لحد الريدانيه ديت اللي هي النهارده العباسيه في القاهره. كان اسمها صحراء العباسيه. كان القائد طومان باي اللي هو كان نائب قنصوة الغوري تولى الدفاع عن مصر. طبعا سليم الاول كان معاه جيوش متقدمه، فقدر بسهوله جدا ان هو يخلص على طومان باي. مش كده وبس، ده مسك طومان باي وشنقه وعلقه في حته اسمها باب زويله. احنا خدنا السنه اللي فاتت في سنه تانية اعدادي ان مصر كان لها 8 ابواب، زي باب زويله وباب الخلق وباب اللوق وباب الوزير، الحاجات دي كلها. تمام. يبقى انا عندي كده السلطان العثماني دخل مصر بعد الريدانيه. ما حدش يجي يقول لي السلطان العثماني دخل مصر بعد مرج ضابق. لا، مرج ضابق دي فوق، بص عليها في الخريطه، اول كلمه هناك اهي، فوق هناك اهي، شفتها اهي. لكن الريدانيه اهي. يبقى انا عندي دخول العثمانيين مصر بعد ايه؟ بعد الريدانيه. اسباب هزيمه الجيوش المصريه ايه او الجيوش المملوكيه؟ قال لك اول حاجه التفوق العسكري للجيش العثماني والتخلف العسكري للجيش المملوكي. تمام. الاساليب الحديثه للجيش العثماني والاساليب القديمه للجيش المملوكي. المدفعيه والمشاه للجيش العثماني، والسيوف والاقواس والرماح للجيش المملوكي. تمام. التفوق العددي للجيش العثماني، والنظام في الجيش العثماني. الهمجيه وعدم التخطيط في الجيش المملوكي. تمام. طب نتيجه الجيوش المملوكيه اتهزمت ايه نتيجه الهزيمه في معركه الريدانيه؟ قال لك بص يا سيدي، تحولت مصر بعد الغزو العثماني من دولة كبرى شملت أقاليم عديدة. بعد ما مصر كانت دولة كبيرة وفيها أقاليم عديدة، تحولت إلى إيه؟ ها؟ إلى مجرد ولاية من ولايات الدولة العثمانية. يبقى أنا عندي تحولت مصر إلى مجرد ولاية من ولايات الدولة العثمانية. نتيجة هزيمة الجيوش المملوكية، تحولت مصر بعد الغزو العثماني من دولة كبرى شملت أقاليم عديدة إلى مجرد ولاية من الولايات العثمانية. بقت مصر مجرد ولايه بعد ما كانت ايه؟ امبراطوريه كبيره او دوله كبيره. بعد ما كانت مصر مسيطره على الحجاز اللي هي مكه والمدينه والكعبه والمسجد النبوي، بقت الحاجات ديت اللي مسيطر عليها الدوله العثمانيه. يبقى انتقلت الخلافه الاسلاميه او خلافه العالم الاسلامي الدينيه الى الدوله ايه؟ العثمانيه. بعد الانتصارات اللي حققها العثمانيين على الصفويين في جلديران وعلى المماليك في معركه مرج ضابق، ما عادش حد يتسجر يكح مع مين؟ مع سليم الاول. واصبح لسليم الاول هنا ايه؟ يعني سطوة على البلاد. تمام أوي كده. بص يا سيدي، سليم الأول هيسيطر على العالم الخارجي في اتجاهين. الأول هيسيطر على الحتة اللي هي ناحية آسيا، اللي هي فيها سوريا ولبنان والأردن وفلسطين والسعودية، فأخضع شبه الجزيرة العربية بالسواحل اللي هناك ديت. وهيسيطر على شمال إفريقيا، اللي هي الحتة بتاعت برقة وفثان وطرابلس وتونس والجزائر، وبسط نفوذه على الساحل الشمالي لإفريقيا، ما عدا مين؟ المغرب اللي هي كان اسمها ايه؟ مراكش. واغلقوا جنوب البحر المتوسط وامكنهم التصدي للخطر الاوروبي في المنطقة، زي خطر البرتغاليين. تمام اوش. بعد كده نيجي نقول ايه؟ نقول ملامح الحكم العثماني، هناخدها ان شاء الله الدرس الجاي. وبكده نكون احنا خلصنا الدرس الثاني من حكم العثمانيين. واشوفكم ان شاء الله في الحصه الجايه. لو اي حد عنده سؤال او استفسار يا ريت تسيبوا لي على صفحه مستر عماد حمدي خليل على الفيسبوك او على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.